تاني مع حضراتكم وفقرات العيد المتميزة جدا، ويمكن أميز فقرة طبعا بنقول الأفراح، الفرحة الحلوة اللي بتملى بيوتنا المصرية بالعروسة والعريس والخطوبة والحاجات دي بتبقى حلوة قوي وبتدينا انطباع حلو. يمكن المصريين دايما بيستثمروا رمضان وصيامنا ان احنا نجهز لفرح تالت يوم العيد او يوم العيد، المهم العيد كله يبقى كله أفراح بجماله. احنا معانا طبعا زي ما قلنا الجيل ده جيل جميل قوي بيقرر يعمل اللي هو هينجح فيه او بيحبه. احنا معانا اميره عبد الرحمن مصممه ديكور الورود، وطبعا هي والله قامت بمجهود غير عادي في المنظر اللي ورانا ده، يعني عملت شغل حلو قوي قوي قوي، ويعني ما شاء الله سريع. اهلا بيكي معانا اهلا بحضرتك. يعني انا مسكت البوكيه بتاعي لان انا عملت بيه معاكي في اول اللقاء، فطبعا حبيت لانه مميز جدا. ده احمر بس يا اميره ولا ممكن يبقى مثلا ابيض؟ لا، في منه ابيض بيبي بلو. وفي كشمير، في منه الوان كتير. تمام. الورده نفسها اصلا معموله هاند ميد، اها، فممكن نعملها باي لون عايز. حلو جدا. قولي لي بقى، احنا شفناكي وانت بتشتغلي، فاخد معانا تقريبا 3 ساعات صح؟ اه، الله يكون في عونك. يعني ده بقى بينفع لاي حاجه يا اميره؟ يعني اي بيت صغير مثلا بتاخدي الكورنر بتاعه بتعملي الحركه، تجيبي الحاجات دي وترتبيها كده؟ بنشوف المساحه الاول وعلى حسب المساحه ايوه. بنحدد الديكور امم. ممكن نعمل ديكور بستاند واحد، ممكن ستاندين، ممكن نزود عن كده ستاند كمان، على حسب طب مساحه المكان. دون طبعا بوكيه العروسه، وطبعا كل العرايس بتستنى هذه اللحظه الجميله طبعا وبترميه لورا كده اه، لحد تاني برضو هيمسكه ان شاء الله في زفاف او خطوبه. فكلميني على الماتيريال، والماتيريال قد ايه مهم، وان انا يعني اخد حاجه تقعد معايا فتره. يعني مثلا لاخواتي، مثلا لو عروسه هتاخدها لاخواتها لصاحباتها هيكون معاها ده فتره كبيره. فكلميني على الماتيريال وجماله. وانتي مختاره هنا اورجانزا صح ولا ايه؟ ورده مختاره اورجانزا. ايه وايه تاني هنا؟ والابيض ده ايه؟ ده اكسسوار مهم. بيبي فلاور ده مجفف اهو ده اورجانزا ده، وده كده هي ايه، سيليكون تقريبا. او سيليكون. حلو قوي طبعا يا امان. وده بنقول انه الخامات حلوه، والخامات بتقعد كتير، والخامات بتبقى جميله قوي في استخدامها. كمان عايزين نقول انه طبيعي والله غالي على فكره. يعني ده انا ما سالت عليه طبعا، فقالت لي اسعاره حلوه جدا. والماتيريال طبعا مصري يا ايمان، مش ولا مش مصري، مصري. مصري ولا صيني ولا ايه؟ في مصري وفي بيبقى امم. يعني امم. في ورد بيبقى مستورد. تمام. طيب احنا بنقول كمان انه في اقدام بقى او اقبال كبير قوي على نوع معين. انهي او في دول بقى كده البوكات الحلوه دي الاقبال عليه كبير قوي؟ في دلوقتي ده الورد اللي الابيض. هو داخل فيه ورد سيليكون. امم. انت الوردة عامله السيليكون دي هيرموني بقى. بتدي ملمس الورد الطبيعي، اه، وبتدي نفس الافكت بتاع الورد الطبيعي حلو اللي ده قوي يشوفه برضو. اه، وري بقى الكاميرا كأنه بتاعتك ورد اهي طبيعي. يا اميره الكاميرا اهي. ايوه رائع طبعا، رائع. ده كده بوكيه اه. زفاف. امم. حلو جدا. وفي بقى اللي هو المشهور قوي بقى، اللي هو يعني مشهور جدا في كل البيوت المصريه والعرايس، اللي هو اعتقد اللي هو ده صح؟ التيوليب. لا خليكي قاعده عشان المايك. تيوليب. تمام، التوليب. اه، ده مشهور جدا، اللي هو التوليب ده او مشهور جدا وصح، وما زال مشهور. يعني ما او زال العرايس والعرسان بيقبلوا عليه. طب احنا قلنا كمان ازاي نصينه او ازاي نحافظ عليه. قالت لي في كيس بلاستيك عادي بعد الاستعمال، ما احطش عليه برفانات، ما احطش عليه اي حاجه صح؟ لا. اه، وانضفه عادي. طب وبالنسبة للتيوليب اه. السيليكون مم. هو مع الوقت بيصفر، فلو اه عايزة تحافظي ايوه. عليه اكتر ممكن تحفظيه في كيس ما يدخلوش هوا. اه مجفف، او اسحب منه الهواء. او طيب احنا بنقول الخامات اختلفت يا اميره من فتره لفتره، وطبعا طبعا كل الاسعار في زيادة كل يوم وكل يوم بتختلف. بيطلع ماتيريال جديدة وبيطلع ورد جديد لينا مواسم يا امير زي ما قلنا. يعني احنا دايما بنستثمر العيد سواء الفطر او الاضحى في العرايس بقى والافراح الافراح والخطوبات المناسبات كلها بتبقى في ايوه، الاعياد. وكمان من اول 9 كده وانت اه طالعه خطوبات كتير جدا بعد اه المصايف يعني. فكلمينا بقى، هل انت ليكي سيزون معين بيكون فيه انتشار فيه او اقبال على المنتجات دي؟ في الصيف يعني. مم. دلوقتي في الشتاء لا، الافراح مش كتير يعني، الشغل دلوقتي مش في مهم. الصيف بقى ده بيبقى موسم بقى الافراح بعد العيد مهم. وكده. الافراح بتبدأ بقى مهم. طب اللي ورانا دون طبعا اسمها يعني بارتيشن خاص بالعرايس صح؟ او او بالخطوبه او خطوبة بالزفاف او الجمال ده. اقدر انا مثلا كحد قلت لك انا مش عايزه كل الالوان دي، انا عايزه لون واحد بس، بتعملي لي دون؟ في كل خاص عروسة على حسب الالوان اللي هي اللي عاوزاها. لابساها في كمان. اه. في ممكن نعمل ورد ابيض مهم. كله، مهم. بيبقى داخل معاه خضرة. مهم. في بقى عروسة تبقى عايزة بنكات. في عروسة تبقى عايزة ألوان اللي هي هافان مم. في ميكس او أورنج ابيض خالص، ساده خالص في يعني أبيض صح. خالص اه.
في عروسه تبقى عايزه احمر، اه الكوشه الاحمر دي زي طالعه اللي جنبي ترند دي برضه. الفظيعه دي مع طالعه الابيض. ترند اه دلوقتي الكوشه اللي فيها ورده احمر. في الافراح بس يا اميره شغاله، ولا ممكن كمان حد يطلب منك مثلا في الاسبوع بتاع البيبي بعمل صح؟ ديكوريشن اسبوع، في اعياد المستشفيات ميلاد. لما بيولدوا اه صح؟ بيحطوا بعمل البلالين. ديكوريشن اه ولادة. اه تمام. يعني عيد ميلاد وولاده وخطوبات اه وزفاف. مم. طب ايه تاني بقى؟ هل احنا يعني بنقول الديزاين الجميل اللي انت مختاره ده كله ده من وحي افكارك يعني، ولا انت دخلتي بقى متخصصه او في الدراسه، او انت دخلتي على مواقع التواصل الاجتماعي اخدتي بعض الكورسات؟ لا بصراحة ما اخدتش كورسات، انا اشتغلت على نفسي وتعلمت بقى اجتهاد شخصي مني. يعني انا تسلمي لي، حبيت حلو ادخل قوي. مجال الهاند ميد وكده وبدأت بقى ادور واشوف ايه الجديد واشوف شغل الاجانب وكده واخد افكار بنفس اجتهاد شخصي من نفسك انت. اه اه يعني مواقع التواصل الاجتماعي مش سايبه حد، يعني اه عارفه اللي هو ايه ممكن ادخل اشوف طب ايه الفاشون اللي في العالم كله واحنا لسه ما جاش عندنا في الورود والديكورات الخاصه بالافراح؟ لا هو دلوقتي هنا كله، يعني دلوقتي كل شغل الأجانب بيتقلد، يعني كل ما يطلع حاجة جديدة تلاقيها اتنفذت هنا حتى الافراح. اه يعني افراحنا زمان كانت بالليل وانت طالع بقى 12 3 لغايه النهارده الفرح بيبدا من الساعه 11 الصبح يعني، عشان يدي لايت وعشان الورود وعشان اه السيشن تصوير ده بيساعدك اكتر بقى انك تشتغلي في الصبح يعني. اه شغل الصبح بيبقى حلو قوي اه طبعا. طب قولي لنا بقى امنياتك ايه في الجمال اللي احنا شايفينه ده والابداع اللي فيه ظهور ده، امنياتك ايه ان شاء الله في الجاي؟ انا ان شاء الله نفسي افتح جاليري باسمي ان شاء يكون الله. كله مليان ورد، وده حلمي من وانا صغيرة. اكيد. فان شاء الله بس قريب برضه تيجي يعني. تصوري معانا في لايف ستايل اه ان يعني. شاء الله. اشكرك اميره عبد الرحمن مصممه ديكور روت، شكرا جزيلا كنتي معنا في لايف ستايل، شكرا لك. كل المشاهدين الشكر موصول لحضراتكم، ينعاد عليكم بكل الخير. كنا معاكم مع الفطر العظيم، كنا معاكم مع عيد من اعيادنا الحلوه اللي بنتمناها ودايما تستمر معاكم يا رب بكل الخير. كل سنه وانتم طيبين، ينعاد عليكم بكل الخير والسعاده. هنرجع تاني مع كل زمايلنا.